اوكي. هنعمل حاجة بقى لللانش بوكس للمدارس، زي فطائر او بيتزات، حاجات صغيرة كده، او فطاير زي ما تسموها. انا عندي بقى 5 كوبايات دقيق، نخلها، وعندي بيضة وخدت منها شوية من الصفرهم عشان هدهن بيهم الوش. هي دي كلها بيضة واحدة، خدت حتة من معلقة، نص معلقة من الصفرة، ومعايا نص كوباية زيت، ومعايا ومعايا كوباية مية دافية، وعندي علبة زبادي، اه علبة صغيرة زبادي، حوالي 3 معالق. وعندي الخميرة معلقة، خميرة كبيرة ومعلقة سكر، اللهم صل على النبي، وتفورز ده. قلبتهم في مية، في نص كوباية مية دافية. وعندي بقى حشوة جبنة، أي حشوة أنت بتحبها احشي بيها. وكان عندي شوية لحمة مفرومة معصجة، دي كانت في التلاجة، أنا هحشي بقى برضه. الحشوات اللي أنت عايزة تحشي بيها احشي بيها. وعندي فلفل متقطع اهوت، فلفل اخضر، فلفل الوان، اي فلفل، وزيتون عمر اللي محدقينه مع بعض الفيديو اللي فات اهو. شايفين الجمال بتاعه. ونص معلقه ملح، ومعلقه كبيره خل. يلا بقى نبدا مع بعض كده ونسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا بالخميره اللي عامله فوران دي. بسم الله الرحمن الرحيم. لما تيجي تخمريها اهي، عشان تخمر لك العجينه بسرعه، تحطها في حاجه مقفوله. شايفين الفوم اللي هي عاملاه ده؟ يأكد بقى ان الخميره شغاله وتخلي لك العجينه هشه وجميله. عادي كده. وادي علبه الزبادي اهيت، وهنزل نص كوبايه الزيت. هنزل البيضه اهيت بياض، وهنزل بمعلقه الخل اهيت. صفرت البيضه كمان وبترفع معايا العجينه. وعندي نص معلقه ملح، وعلبه الزبادي اهيت. مفيش زبادي، هات شويه كوبايه لبن وحط عليهم معلقه خل وسيبهم شويه، هتلاقيهم يربوا معاك، تخلي العجينه معاكي طريه. او بميه وكوبايه، او ممكن تعجني بميه خالص ومعلقه زبادي. ابتدي بقى تقلب كل الحاجات دي مع بعضها. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. نقلب كله مع بعضه كويس جدا. نسينا حاجه احنا كده ولا كده؟ خلاص مظبوط. هنحط بقى الدقيق. شايفين بقى قلبت كله مع بعض اهو. هنزل بالدقيق بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. بخلي الميه دي للاخر، ممكن ما احتاجلهاش. ابتدي اعجن بقى. معايا بقى بالتدريج، انزل بقى بالتدريج عشان العجينه ما تلينش معايا. العجينه بقى معايا اهي، وصلت لكده اهي. شايفين؟ حاطه بقى بالتدريج لما توصل معايا العجينه كده اهي. شايفين؟ احطها بقى واسيبها تخمر 10 دقايق كده. لازم العجينه خمرت معايا اهي. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، وتضاعف حجمها اهي. اهي خمرت اهي. هبتدي بقى اقطعها بقى قطع بقى زي ما انت عايز، صغيره كبيره. انا هبتدي اقطعها كور صغيره اهي، كور بقى صغيره عشان اعملها يعني حاجات صغيره كده. عايزه تكبرها شويه كبري، ما اقلبش العجينه بقى عشان ما اضيعش الخمر بتاعها. يلا شوفوا بقى، قطعتها قطع اهي صغيره يعني مش كبيره قوي. ابتدي بقى تفردها. بسم الله الرحمن الرحيم. اعملي حاجه صغنونه كده عشان نحطها لهم في اللانش بوكس. شكل السندوتش كده. اللحمه وشويه فلفل. عايزه تحطي جبنه حطي، عايزه تحطي الجبنه لوحدها تحطي الجبنه مع
مع اللحمه المفرومه اهيت. ابتدي بقى بصوا اهي. عايز تعملي اي شكل بقى، اي شكل انت بتفضليه اعملي. دهنت الصينيه اللي هحط فيها او الصاج زيت، فرشه زيت. الاشكال اللي انت عايزه تعمليها اعمليها، بس هي كده حلوه كده عشان ايه، عامله زي سندوتش كده شكلها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. حتتين زيتون كده، شويه جبنه دي حطيت عليها فلفل. هي جبنه عندك. بصي سندوتش شكله جميل اهو. احط شويه فلفل، شويه جبنه. لو عايزه تحطي لحمه خالص من غير جبنه حطي لانشون، حطي اي حاجه، بسطرمه، سجق، اللي انت عايزه تحطيه. اللي هما بيحبوه الاولاد حطوا لهم في السندوتش ده، بس والله هيطلع جميل، لازم تجربيه. انا بحب احط جبنه على لحمه، بتبقى طعمها حلو قوي. جربوها كده على قطعه زيتون كده حلوه، الزيتون بتاعنا بقى اللي احنا عاملينه. شايفين بقى، انا بقفل ديت اهي اهي، وبعدين ابرمها كده اهي اهي، وارص كده. انا بقطعها واقفل كده وابرمها كده اهي. وحطيت الجبنه اهي في النص، دي جبنه بقى خالص. بسم الله ما شاء الله، ابتدت تخمر ورايا اهي، وانا بقطع هبتدي بقى ادهن وشها ايه الحته اللي هي الصغننه اللي كنت سايباها كده مصفره البيض، ناقصاها من العجينه. هاتم بالراحه كده عشان ما اضيعش خمرها. حطيت عليها نقطه خل عشان ايه، على صفار البيض. شايفين بسم الله ما شاء الله ما خمرت بقت جميله ازاي. وابتدي احط شويه سمسم على الوش. ده الفرن بقى، فرن متوسط الحراره، واشوفها برضو وابشرها، اوريها لكم بقى لما تطلع. بسم الله ما شاء الله، شايفين الجمال؟ اللهم صل على النبي. شايفين الارضيه بتاعت الرغيف؟ شايفين الجمال ده؟ اللهم صل على النبي. حاجه كده فاخر من الاخر. لايك بقى وشير واشتراك للقناه حبايبي، فاخر من الاخر. شايفين؟ ده حاجه اختراع من عندي كده، انا ما لها وصفه مش عارفه اسميها انتوا عيش للمدارس. عيش محشي للمدارس. يا حاجه